أعزائنا الزمهلاوية في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم فيديو جديد. فيديو النهاردة مختلف وفيه حاجات دسمة جدا. أولها استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك استقالة جماعية. أحمد رمضان هتلر يغير الأحداث ويغير التاريخ في نادي الزمالك. أحمد رمضان هتلر مدرب كرة اليد في نادي الزمالك يغير التاريخ، يشفي صدور كل زملكاوي، يحرك المياه الراقدة، يحرك المياه الساخنة، يضع يده في الحديد المنصهر. أحمد رمضان هتلر عمل اللي محدش قدر يعمله، عمل كل اللي بتحلم بيه جماهير نادي الزمالك، خلى مجلس الإدارة يستقيل. أحمد رمضان هتلر هو القشة التي قسمت ظهر البعير. أحمد رمضان هتلر هو اليد التي امتدت إلى جماهير نادي الزمالك العريضة الوفية العظيمة لكي ينتشلها من مستنقع الإدارة الفاشلة. أحمد رمضان هتلر هو محور الزاوية والأداء في مستقبل نادي الزمالك في الفترة دي، في 2023، في الثلث الأخير من 2023. تصريح أحمد رمضان هتلر اللي استفز جميع الجماهير الزملكاوية وجميع محبي نادي الزمالك هو القشة التي قسمت ظهر هذا المجلس الفاشل الضعيف، هذا المجلس السلبي، هذا المجلس الذي لا حول له ولا قوة، مجلس إدارة الزمالك. لكن للأسف في حاجة يعني أنا مش عايز أتكلم فيها علشان ما أحبطش الفرحة وما تطفيش الفرحة في عيون وفي قلوب كل الزملكاويه. مستر إكس لا ينتهي، ومستر إكس مرقد ورقد في الذرة ومستني انتخابات ديسمبر الجاي. ما تقوليش لأ. القضية اللي حكم على رئيس نادي الزمالك السابق فيها ليست مخلة بالشرف. من حق مرتضى منصور ترشيح نفسه لرئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك في ديسمبر القادم، منتصف ديسمبر القادم. فهل تعود نفس الوجوه؟ تبقى كارثة. يعني فرحة ما تمت خدها الغراب وطار. هل تعود نفس الوجوه ونفس الوشوش ونفس الإدارة تاني؟ يبقى بجد يعني بقى يعني أقول لك يعني الناس دي ما عندهاش بلاد. يعني أنا يعني بجد هتبقى بص بقى يعني صدمة العمر. يعني هيفرحوا الناس 4 أشهر من 8 ل 12 وترجع نفس الوشوش تاني ونفس القصة تاني. ده تبقى كارثة. أتمنى لجماهير نادي الزمالك أفضل من كده. أتمنى لجماهير نادي الزمالك مستقبل أفضل. أتمنى دلوقتي اللي بيدير نادي الزمالك المدير المالي والمدير التنفيذي والمدير الإداري لنادي الزمالك. أتمنى نادي الزمالك ينهض ويكون أحسن من كده. ده ما يخص استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك. الموضوع اللي معانا بعد كده مهاجم الأهلي الجديد الذي قتل بحثا. موضوع مهاجم الأهلي الجديد قتل بحثا ومحدش لسه عارف حاجة. لكن الجديد ان لاندري لاماتا اللي هو احنا بنقول لاندري لاماتا لاعب اسبانيول الاسباني هو الذي على الرادار. ولكن هناك مشكلة. النادي الاسباني يعتقد ان النادي الاهلي يدفع ببذخ مثل باقي الأندية العربية في السعودية. يعني النادي الأسباني فاكر الأهلي بيرش زي الأندية العربية في أندية السعودية. فالنادي الأسباني عايز بقى العشرات والخمستاشرات وال20 مليون دولار والكلام ده. لكن النادي الأهلي عرض 4 مليون دولار بس. وكولر هو اللي منقي اللاعب، هو اللي مقتنع باللاعب، وهو اللي عاوز اللاعب. لكن شكل الصفقة مش هتمشي. لان النادي الاسباني زي ما قلت لحضرتك عايز من اول 12 13 14 مليون دولار وانت طالع، وده لا يمكن يحصل. لا يمكن يحصل. ده من ورا الخيال. لا يمكن يحصل في النادي الاهلي. لا يمكن. هتدمر اوضه اللبس، هتدمر الدنيا في مصر. والاهلي اصلا هيدفع الميزانيه دي كلها ليه؟ يعني هبيع 15 لاعب اطلع كام لعيب عشان اجيب لاندري لاماتا؟ فالصفقه تكاد تبوء بالفشل. يعني ما تتعشموش قوي فيها يا جمهور النادي الاهلي. الصفقه دي مش هتمشي. قلنا برضو امبارح مالكا باكشتاش برضو طالب مبلغ وطالب انه ياخد ديانج
طبعا هيدفع فرق، يعني ديانج ب7 وموليكا ب4، يعني الاهلي هياخد 3 مليون دولار كمان. لكن برضو يقال ان الصفقه مش هتمشي. وقلنا موضوع سوزا اللاعب البرازيلي اللي بيلعب في كوريا مش هتمشي برضو، اللي برضو نفس الاسباب، اسباب ماليه والكلام ده. فهل امير توفيق ينجح في انه يتعاقد مع صفقه قويه تعوض رحيل محمد شريف؟ طبعا عشان مجلس اداره الاهلي ما يبقاش في ازمه قدام جماهيره، لان انتوا مشيتوا محمد شريف قبل ما تتعاقدوا مع مدرب قوي. لكن لسه بدري، يعني لسه النهارده 20/8 ولسه قدامك ل 14/9، قدامك 25 يوم. فنادي الاهلي لسه قدامه من المتسع ومن الوقت ما يسمح بالتعاقد مع مهاجم اجنبي او مهاجم افريقي جديد. ده بما يخص النادي الاهلي والمهاجم. الموضوع الثاني، قلنا امبارح ان كابتن مدحت شلبي بيتعاقد مع قناه SSC السعوديه. كنا بنقول محلل ولا مذيع؟ كمذيع. يعني المملكه العربيه الشقيقه بتجذب كل يعني اقول لك اللعيبه على المذيعين على المحللين على فمدحت شلبي مدرسه قويه زي ما قلنا، وحاجه فخامه الفخامه بقى. هيروح هناك بقى وعلى السقطه واللقطه والكلام ده. انا مش عارف الاخوه السعوديين هيفهموا اللغه دي ولا كابتن مدحت شلبي هيتعلم لغه سعوديه علشان يقدر يكلم الناس بلغتها، ولا هو رايح عشان ينقل لنا احنا في مصر ومعلق للمصريين. انا مش عارف، لكن كل التوفيق لكابتن مدحت شلبي. الموضوع اللي بعد كده والاهم، احمد سيد زيزو. احمد سيد زيزو موضوع انتقاله الى نادي الشباب السعودي بيفشل بينجح، رايح جاي مش عارفين. فهل نادي الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة يتم انتقال أحمد زيزو إلى نادي الشباب السعودي؟ أحمد سيد زيزو إلى الآن يشتري خاطر جمهور نادي الزمالك. أحمد سيد زيزو عارف إن جمهور الزمالك هو اللي عمله. أحمد سيد زيزو مش عاوز يزعل جمهور الزمالك. أحمد سيد زيزو في إيده إنه يفسخ تعاقده مع نادي الزمالك لأنه ما قبضش بقاله 6 شهور. أحمد سيد زيزو ما قبضش بقاله 6 شهور، يعني تخيل، ومن حقه يفسخ التعاقد. لكن أحمد سيد زيزو مش عايز يعمل كده. فاحنا قلنا امبارح ان احمد سيد زيزو لو جاي له 10-11 مليون انا يمشي، هيفك ازمه. تخيل 11 او 10، خليها 10 مليون دولار، هتدفع 2 مليون دولار علشان الغرامات، وهيتبقى معاك 8 مليون دولار تدفع مرتبات اللعيبه بالمدرب بالالعاب الاخرى. احمد سيد زيزو هيفك كل ده وتبدا تتعاقد مع لعيبه جديده. يعني احمد سيد زيزو هيفك ازمه الزمالك المستعصيه، تخيلوا. فلحد الان احمد سيد زيزو ووالده مش عايزين يفسخوا تعاقدهم مع نادي الزمالك احتراما لجماهير بس جماهير نادي الزمالك، مش حد تاني. احمد سيد زيزو راح هو ووالده للاداره وقعدوا ما خدوش منهم عقد نافع بالعربي كده. فهل يتم توقيع الصفقه واحمد سيد زيزو يروح الشباب السعودي؟ اتمنى ان ده يحصل، اتمنى، لان ده هيفك ازمه كبيره جدا في نادي الزمالك. في نهايه الفيديو ما تنساش اللايك والشير وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الجديد. السلام عليكم.